عسلامة. رواية اليوم شيء من البحر فينا، الكاتبة التونسية درة الفازع. أنا سميتها الرواية الفيلم، بالحق كأنك تفرج في فيلم. في هذه الرواية تحدثنا درة الفازع عن عدة شخصيات. تبدأ بنور عبد القادر، الفتاة الفقيرة التي تبيع الخبز على الطريق وتتعرض إلى عملية تحرش واعتداء جسدي من قبل الشاب الغني بشر ليمان. تتشابك الأحداث وتهزنا الكاتبة إلى عالم الطبقات البرجوازية وصعوبة حياة الطبقات الفقيرة ومعاناتهم ومشاكل الطبقة المتوسطة بطريقة سردية ومشوقة. استطاعت الكاتب أن تنقل لنا مشاهد وعقد المجتمع التونسي وبشاعة الواقع الذي نعيشه. أسقطت كل أحلامنا عن الثورة والعدالة والحب والأمومة والمساواة والحرية. تركتنا في حيرة وهي تنتقل بنا بين من شخصية إلى أخرى، من هند وغادة ومريم وعادل وسليم وعليا، وهي تحدثنا عن العلاقات الاجتماعية المتناقضة، عن الإرهاب، التنمر، عن الشهرة عبر المواقع الاجتماعية وصولا إلى اغتيال شكري بالعيد. وكأنها توثق لمرحلة تاريخية صعبة مرت بها تونس. تقول الكاتبة: الدموع قادرة على محو الخطايا، وتعتقد أنها نبذة من البحر فينا يطهرنا بمده وجزره، ويغمرنا سيلا جارفا يغرقنا ويسيلنا. تلك هي الدموع، شيء من البحر فينا. قراءة ممتعة، ولا تنسوا المشاركة في القناة.